ده اكتر اختراع مبهر نزل من سنين، الهواوي ميت اكس تي الالتيميت ديزاين. نزل من فتره في الصين، كانت الناس فاكراه كونسبت ان هو مش هيبقى متاح للبيع، مجرد حاجه بس كده اهو، ولكن النهارده في خلال كام ساعه الاطلاق الرسمي بتاعه في ماليزيا. فتعالوا كده نعمل فلوج على قديمه، حاجه كده ايه 2020. طبعا لو عايز تعرف معظم التفاصيل وكل حاجه كمل الفيديو لحد الاخر، بس تعالوا كده ايه نلم الشنطه. الساعه 3 الفجر والطياره الساعه 8، ونبدا بشنطه الكاميرا، لابتوبك، عدسات، المايك، تعالي طبعا الموبايل جاي معاه كفر شيك قوي والله. الكيك ستاند الصغيره ديت، خش جوه. 12 كيلو دي فيها قطن الظهر دي. مستني الكوتش ينشف، شغل مروحه، لسه مقبول. الشنطه العاديه بقى 12 كيلو، دي كلها 12 كيلو، وشنطه الظهر دي 12 كيلو. الساعه 6:30 ما نمتش، مطبق. الساعة 6 الشمس لسه ما طلعتش. حاول بقى نشوف تاكسي ولا دبي ايربورت. السلام عليكم. ومن عندي لمطار دبي 18 كيلو في ساعة و5 دقايق. الزحمة بتاعت الصبح بتاعت دبي دي مش طبيعية. separate. أنا أول حد في السفرية. مساء الخير. استنوا هو احنا كام؟ بالراحة على الشنطة. طيب في الدور 33 ويعني الموضوع باربي وحاجة يعني صعبة. بسم الله. اوه الأوضة تمام. طب الفيو بيقول ايه طيب؟ اوكي مش هيبان غير الصبح ده. فندق واوضه رايقه قوي، ننزل ناكل حاجه علشان هنموت من الجوع، ونطلع ننام علشان بكره يوم الايفنت ويوم الاعلان عن الموبايل. صباح الخير، صباح الخير والفيوز العظيمه. اتفرج على الجمال والحلاوه وناطحات السحاب اللي في كل مكان، والتاخير اللي احنا متاخرينه. اول مره اشوف ايفنت الساعه 12 الصبح، فانا بجهز دلوقتي. فكره بقى الايفنت كمان فورمال، فلازم بدله، مش بدله يعني ايه الكلام، طرش الطرش. يلا بينا يلا بينا، متاخرين. بعد ما وصلنا المكان الايفنت بدا. طبعا اول حاجه اتكلموا عنها هو الميت اكس تي. الفكره ان الموبايل ده ملوش منافس، ده اول حاجه بالشكل ده في العالم. فكره انك معاك موبايل بحجم 6.2 انش بيتحول ل 6 و9، والجديده بقى انه يتحول ل 10 و2، دي بجد حاجه ثوريه. ده ارفع موبايل في العالم، يعني الجزء اللي تحت ده بس 3.6 مللي. يعني انت متخيل الرقم؟ هو الثلاثه على بعض ممكن يبقى تخين، ولكن انا بالنسبه لي وبالنسبه لاستخدامي واني شخص اصلا بمسك موبايل بكفر وبحط فيه حاجات كتير، انا مش متضايق خالص، لا من الوزن ولا من السمك. اكتر الحاجات اللي ممكن تخوفك وهي الخامات. الهنج بتاعت الموبايل ده اكيد حاجه بالسمك والرفع ده، وبتتني ثانيتين، فاكيد هيبقى ضعيف. اتكلموا كتير قوي عن الموضوع ده، وازاي الموبايل يقدر يتحمل، وعدى مراحل كبيره قوي. واصلا بعد ما خلصنا رحنا مكان كده بيعرض القوه بتاعت الموبايل، وازاي الشاسيه بتاع الموبايل يقدر يشيل موتوسيكل كامل. وكان في جهاز كده برضه عمال يخبط في الموبايل ويوريك قد ايه الخامات اللي مصنوعه منها الموبايل تستحمل. واصلا كذا مره جيت اقفله كنت اكسره. هو المفروض بتعمل دي كده ودي كده، فانا كنت بعمل العكس، بعمل دي كده ودي كده. طبعا لو عملت جامد هيتكسر، بس قبلها بيحذرك، بيقول لك خلي بالك انت ماسك الموبايل ايه. بعدها بقى يتكلموا عن الاستخدامات والسيناريوهات اللي ممكن تستخدم بيها الموضوع الثلاث شاشات ده. واصلا انت نادر قوي ما تستخدم الموبايل في الوضع ده، يعني ده اخرك بس كده هترد على مكالمات، هتشوف نوتيفيكيشن، ولكن دايما هتبقى حابب تفتحه. ولما توصل لهنا هتبقى حابب تفتحه مره كمان، لان كده كده الوزن مش بيتقل، ده بالعكس بتحس ان توزيعه الوزن بقت احلى وامتع بكتير في حاجه زي الالعاب والافلام مثلا، تمنتج عليه ولا تعدل صور، خصوصا في الشاشه المبهره دي بكواليتي 3K وسطوع عالي جدا. والكريس او الثانيه اللي في النص ديت اقل من الموبايلات العاديه. يمكن اللي على اليمين علشان بيتني لجوه باينه اكتر، ولكن اللي بيتني لبره ديت مش قوي. في اكبر بطاريه في موبايل فولدبل 5600. طبعا ادائها عامل ازاي على حسب انت مشغل كام شاشه، مشغل 2 ولا 1 ولا 3، بس الصراحه ادائها كويس.
بعدها هتخش على كاميرات ومعالجه هواوي الخطيره، حاجه زي الاكس 6 خصوصا في التصوير الماكرو او الزوم، او ان هو كمان تقدر تغير فتحه العدسه. بس لسه اداء الفيديو محتاج شويه شغل. طبعا هتاخد اعلى كواليتي تصوير سيلفي لانك انت شايف نفسك، انت الشاشه موضحه لك الفريم وكل حاجه. بس اوفرول الايفنت كان حلو، منظم جدا وضخم بشكل مش طبيعي. واكيد طبعا لو حابب تجرب الموبايل هيكون الاكسبيرينس زون دي متوفره في الامارات والسعوديه. اليوم خلص روحنا، وتاني يوم نزلنا خدنا جوله في شوارع ماليزيا الخطيره، الحر مع المطره مع الشجر والزحمه والعشوائيه المنظمه دي ميكس خرافي بالنسبه لي. رحنا بعدها ناكل في واحد من احلى واعلى المطاعم في الدور الحاجه و50، وكلنا اكل لحد دلوقتي انا مش فاهمه قوي، بس يا باشا القعده والمكان والفيوز والناس محلين التجربه. طيب نرجع للموبايل والسعر. السعر 13,000 درهم، 180,000 جنيه، 3,500 دولار. قول لي بقى اجيب بيهم لابتوب، اجيب بيهم بي سي، اجيب بيهم عربيه زمان شويتين. تجيب اللي تجيبه، اصل بص هو مش اختيار منافس وسط الحاجات اللي موجوده، يعني فوق للكلام. هو مش بيقول لك انا بديل لحاجه، ده اختراع لسه اول مره ينزل، ملوش حتى منافس او حد عمل كده علشان نقول لا دول نزلوه غالي ودول نزلوه رخيص. وما تقارنوش بالموبايلات الاقتصاديه، انت مش بتدفع ثمن المكونات والمميزات، انت بتدفع ثمن الاكسكلوسيفيتي، الحصريه، حاجه حصريه مش مع حد في الدنيا، بحث وتطوير بالافات ملايين الدولارات، ويصنف فاشن ستيتمنت، حاجه كده ايقونه في ايدك للناس اللي بتحب اسمه عشاق التميز. بس ده بقى يخليك تعرف الكلام رايح على فين. هيفتح ابواب جديده، بدايه العالم ان يكون فيه اكتر من كذا فولد وكذا تانية وحاجات هتتشد وتكبر. فكره ان الشاشه ما بقتش خلاص قد الايد كده، ايه ده؟ ارقام مجنونه في الوزن وفي الرفع. كل الشركات هتفضل تتنافس يصغروا ويرفعوا الموبايل، عايزين الموضوع يستوي اكتر كده. وحرفيا ممكن يقدر يبدل التابلت الصغيره شويه اللي هي 10 انش، واي حاجه بتديني فكره 2 في 1 انا بتعجبني. يعني ده موبايل وتابلت. انا بكره كتر الحاجات وبعشق المالتي تاسكينج، اصلا انا مش عايز اشيل تابلت وموبايل، فهو جهاز واحد بيخليك تعمل حاجتين او 3 حاجات بقى حرفيا في نفس الوقت. وبرده ما تفتكرش انك هتبقى فاتح حاجه هنا وحاجه هنا وحاجه هنا، يعني سيبك من السيناريوهات ديت. في الحياه الواقعيه والاستخدام الواقعي اخرك 2، يعني هتبقى محنك قوي يعني لما تبقى فاتح 3 حاجات. واللي مضايقني من السعر، فكر فيها كده، اي حاجه بتطلع لاول مره وبتبقى حصريه بتبقى غاليه، قدام لما يبقى في كذا منافس هيبقى السعر منطقي اكتر وبتاخد تجربه احسن كمان من ده. فانا متحمس اكتر للنسخه الجايه، حاجه فيتشرستيك وتشعل الدنيا كده شويه، غير الحاجات اللي بقت كلها خلاص نفس الشكل وتطويرات بسيطه. ده رايي، وانا برضو منحاز شويه كده. عرفوني برضو رايكم، انا ممكن اكون بافور شويه. ولو عايزين تعرفوا اكتر عنه خشوا على اللينك اللي تحت في وصف الفيديو. ولو معاك 3500 دولار كده محيرينك ونويت تشتريه، هتاخد هدايا بقيمه 2500 درهم وبس كده. سلام.